يا صباح الفل. ابتدينا في المدارس والولاد عايزين ياكلوا حاجه كده ياخدوها معاها حلوه. قلت اعمل لكم حاجه جديده وهو بسكوت العسل. في بسكوت العسل جميل جدا واشكاله تحفه وبثلاث مكونات فقط. تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. معايا ايه يا حلوين؟ معايا 3 مجات من الدقيق. 3 مجات يعني نص كيلو من الدقيق. انت ضعف الكميه زي ما انت عايز، بس انا هعمل 3 بس دلوقتي نص كيلو. تمام. هنزل بايه؟ معلقه بتاعت الشاي بيكنج باودر، رشه فانيليا او معلقه برضو صغيره فانيليا. تمام. ذره ملح صغيره جدا جدا، ذره ملح. تمام. يبقى احنا هنا حطينا على الدقيق ذره ملح، معلقه فانيليا، تمام، ومعلقه بيكنج باودر اللي هي معلقه الشاي. هنزل بايه؟ هنزل بمج الا ربع من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده، ومج من العسل. اساس الوصفه النهارده العسل، عسل اسود، مج من العسل. تمام. احتجت دقيق بزود، يعني انا بقلب اهو بعجن. لو احتجت دقيق ممكن نحط معلقتين 3 كده على حسب العجين. اسهل بسكوت ممكن تعمليه، شكله ظريف جدا جدا، طعمه حكايه، ولا خلاط ولا كبه ولا عجان ولا اي حاجه، بايديكي كده اهو. بصوا شكلنا مش هنحتاج خالص للدقيق اهو. بصوا الشكل، بصوا لون العجينه عامل ازاي يا جماعه، تحفه اهو. هلم دقيق كده، هلم العجينه وارجع لكم. وده شكل العجينه يا حلوين زي ما حضراتكم شايفين. بصوا اللون عامل ازاي، لون العسل في الدقيق تحفه. بصوا بصوا الشكل. اجيب بقى الصينيه ونجهز البسكوت مع بعض. وهنجيب يا حلوين كده من العجينه ونكور كور كده. تمام. او نعملها كده على حسب ما انت عايز. بصي، ونجيب البصامه دي بتاعت الكحك. بصوا الشكل، شكلها ظريف جدا. انت بقى اخترعي زي ما انت عايزه، يعني اتعاملي بالمنظر اللي انت عايزاه. اي تشكيله انت حابه تعمليها هتقعدي كده وتفنني، هتعملي حاجه تحفه. تمام. بصوا الشكل بجد تحفه. ممكن نعمل منظر تاني بالشوكه. بصوا العجينه تحفه في ايدك. اعمل كده بالشوكه، ده شكلها. فنني بقى زي ما انت عايزه كده. سهله جدا 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 جدا. ممكن نعمل شجره كمان للولاد لو حابه اهي. هما بقى اللي هياكلوه، وهما بقى اللي الشكل بيفتح النفس، يعني العين بتشوف صح الاول. بصوا نعمل شجره كده. فين السكينه؟ السكينه اهي، ونعمل كده. بصوا شكلها ظريف جدا جدا. هشكل التشكيله كلها كده وارجع لكم. بصوا يا حلوين، شكلي يا ست البيت زي ما انت عايزه. احلى بسكوت بالعسل ممكن تعمليه. الفرن لازم يكون على درجه حراره 200. تمام. هنحطه لمده تلت ساعه. تلت ساعه ونشوف البسكوت بتاعنا بالعسل شكله عامل ازاي. يلا بينا. وده الشكل يا حلوين بعد تلت ساعه في الفرن. بصوا الشكل، ريحته تجنن على فكره، ريحته حلوه خالص خالص خالص، ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. بصوا البسكوتايه، بصوا مستويه ازاي فوق وتحت. تمام. يلا نقدم مع بعض. يلا بينا. ورجعت معاكم يا حلوين، وده شكل البسكوت بتاعنا بالعسل. بجد شكله تحفه. ده مش كل ال3 مجات اللي انا عملتهم دي، ده مش كله، لسه بسوي الباقي. فانا قلت بس عشان ما اطولش عليكم واقفل الفيديو. بصوا الشكل، بصوا النقشه ما ضاعتش زي ما هي، تحفه، ريحته تحفه، هيعجب الولاد. وشكلي برده زي ما انت عايزه، زي ما تحبي شكلي. متنسوش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير وبالهنا والشفا.